أتلتيكو مدريد يواجه النادي الأهلي. هذه هي كرة القدم الحقيقية، وهذه هي الأجواء التي نتمناها ونبحث عنها في كل مكان في العالم. كرة مع فرانك لامبارد، هنا إلى رودريغو، وهنا تحول في اللقطة. ريفالدو، الآن فرصة حقيقية للتسجيل، يجب استغلال هذه الكرة. تصدي بكل ثبات. رودريغو، زين الدين زيدان، أوسكار بيقراها صح، خلص الكرة في اللقطة الماضية. تشتيت للكرة من كانافارو، ولا مع فورلان بيشتت الكرة، بيعدي فيها، بيمر، بيعدي، فاول لمصلحة الأهلي. تصدي لم يكن صعبا على حارس المرمى، تنفيذ الركلة كان بهذه السهولة. فرصة خطيرة هنا، ما زالت الفرصة، يفتتحون النتيجة، يشعلون الأجواء. 1-0، يا رباه على البداية. يا سلام، شوف الإعادة، شوف الانطلاقة، شوف الكرة الفردية، شوف الاختراق، شوف المهارة. الله كيف وضعها في المرمى، هدف روعة، هدف أول في المباراة. تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. كرة مع فرانك لامبارد، محاولة هجومية من الأهلي، فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. يا رباه، ما هذا السيناريو، ما هذه الدراما. هدف يأتي والرد يأتي عليه، نقطة نعود من خلالها لنقطة البداية. هدف التعادل، إذن النتيجة الآن 1-1. ريفالدو، أوسكار، والآن وصلنا لختام أحداث الشوط الأول. ضربة بداية الشوط الثاني عند الأهلي. كرة مع فرانك لامبارد، بيعدي فيها، فرصة الآن. الله على الكرة، الكرة تخادع حارس المرمى، الشباك تتحرك. وهنا إعادة الهدف. شوف القوة في التعامل مع الموقف، ضغط كبير لكن بدون تأثير على الإنهاء. هذه هي الجودة الكبيرة في كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف. تعود المباراة مرة أخرى، وأتلتيكو مدريد تحت ضغط العودة. صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. مرت ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف الساعة الأخيرة. كرة بتصل للامبارد، هل تستغل الفرصة؟ ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. كرة بتصل للامبارد، تصل لريفالدو الآن، واعتراض ناجح لهذه التمريرة. زين الدين زيدان، فرانك لامبارد، يحدث تغيير في السيطرة. اوه،
قوية هذه الكرة، كرة كان فيها عنصر المفاجأة من مسافة بعيدة لكن مرت قريبة من المرمى. لا زال الجمهور صاحب الأرض يؤمن بالحظوظ على الرغم من أن المباراة لم يتبقى فيها الكثير. أجواء مجنونة نعيشها في هذه اللحظات، هدف واحد يفصل بين الفريقين. فرصة من جديد لكرة التعادل. يا رباه، لم نصل إلى النهاية إلا لنبدأ من جديد. من جديد تعادلوا وعادوا وسجلوا في الوقت الأخير. والآن نعود مرة أخرى لنقطة البداية مع هذا التعادل في لقاء مليء بالتحولات والمتغيرات. ينتهي الوقت الأصلي للمباراة والفريقين يفشلان في فك الارتباط. لننتقل إلى الوقت الإضافي في هذا التوقيت. بعد فشل الجميع في حسم نتيجة هذه المباراة في الوقت الأصلي، ندخل إلى الشوط الإضافي الأول. كابديفيا، زين الدين زيدان، هذه هي فرصة هدف. راية وصفارة وتسلل. تريبير، تاركوفسكي، هنا مع فورلان. من هذه الزاوية تسجيل صعب جدا، بل يمكن أن يكون مستحيلا، ومع ذلك مرت قريبة من المرمى. فابيو كانافارو. حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت بديل. كرة مع ريفالدو. الآن ينتهي الشوط الإضافي الأول والتعادل مستمر بين الفريقين. التعب واضح على اللاعبين مع انطلاقة الشوط الثاني من الوقت الإضافي. فرانك لامبارد، ريفالدو، وتتدخل في التوقيت المناسب. 8 دقائق على نهاية الوقت الإضافي. زين الدين زيدان، فرصة لإرسال كرة في الشباك. بعد فشل الفريقين في حسم هذه المباراة خلال 120 دقيقة، لم يتبقى أمامنا سوى ركلات الترجيح لتحديد من يحقق. يتقدم اللاعب لتسديد الركلة الأولى. روعة هذا التصدي، أي قفاز تملك وأي عين ترى بها كرة يمنعها من الدخول. يا رباه، الحارس في قمة الحسرة، ارتمى، اختار الزاوية لكنه فشل في إبعادها. ماذا فعلت؟ كرة في وسط المرمى في أحضان الحارس بكل سهولة، ويسجل من علامة الجزاء. تنفيذ ركلة الجزاء يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى خبرة. ركلة تنفذ في وسط المرمى بين يدي الحارس، مستحيل. إذا لم يسجلها ضاعت المباراة. هل تعرفون ماذا يعني ذلك؟ ركلة ترجيح أخيرة لحسم المباراة. الله، نفذت بنجاح، وضعها في المرمى، حسمت الأمور. الكرة تهدي الفوز لفريقها أخيرا بعد مباراة طويلة حبست الأنفاس.